المباراة بين المنتخب المغربي أقل من 17 سنة ومنتخب مالي أقل من 17 سنة كانت عامرة بالإثارة من أول دقيقة، وظهر فيها اللي في المستوى الكبير ديال الجيل الصاعد. المغرب دخل بقوة وقدر يحصل على ضربة جزاء بعد تدخل واضح في منطقة العمليات. اللاعب المغربي تقدم ونفذ الضربة بثقة وسجل الهدف الأول. مالي ما بقوش ساكتين وضغطوا حتى حصلوا هم كذلك على ضربة جزاء اللي سجلوا منها هدف التعادل، ولكن الأشبال ديال المغرب وراو شخصية كبيرة وما استسلموش وبقاو يضغطوا بتناوب الهجمات حتى جات اللحظة الحاسمة. هجمة منظمة وسريعة تسالات بتمريرات دقيقة، والكرة وصلت للمهاجم المغربي اللي استغل الفرصة وسجل الهدف الثاني للمغرب بطريقة رائعة. من بعد المباراة ولات مفتوحة، المغرب قريب يضيف الثالث ومالي كتقلب ترجع فالمباراة، ولكن الأشبال لعبوا برجولة وحافظوا على التفوق ديالهم حتى صافرت النهاية أداء كبير قتالية ومستوى كيخلي الجماهير متفائلة بزاف بهذا الجيل.